راجل، يبقى فيه راجل مالي، راجل يبقى قانوني، واخد بالك؟ لان دي توليفه مجلس الاداره اللي هي تقدر ان هي تعتمد عليه تنجح النادي. مظبوط. فانت لما بتيجي، يمكن الدوره اللي فاتت دخلنا مع بعضينا والحمد لله القايمه كلها نجحت. ودي كانت اول مره في تاريخ النادي الاهلي يا كابتن حسن. الحمد لله. يعني الحمد لله القايمه نجحت بالكامل. لما نجحت بالكامل اتفقنا مع بعضينا الحمد لله ونجح النادي الاهلي. يعني اذا اعتبرنا ان احنا نجحنا الفتره اللي فاتت، مش مبقاش مبالغه، احنا نجحنا مع بعضينا. لما تيجي المرحله الجايه ديت، اللوائح اتغيرت وعدد قل وعدد زاد، واللوائح اللي حصلت الكلام مع اللائحه الجديده يا كابتن، مع اللائحه الجديده ابتدينا نوافق الاوضاع. نعم. طب ايه اللي هو عايزينه احنا للمرحله الجايه؟ فكرنا في المرحله الجايه مين يقدر يدير هذا الكلام. قعدنا مع بعضنا مجلس اداره. مجلس بالكامل. ايوه، دي برضه عايزين عشان دي هنأكد عليها يا كابتن. قعدت المجلس بالكامل واتفقتوا على العدد 6 من اللي انتوا هتختاروهم من المجموعه نفسها. قعدنا مع بعضنا مجلس بالكامل وقلنا انا وجهه نظري ان المجلس ده متفاهم مع بعضه، فقلت هنختار ال6 من المجلس. ما اخدش من بره المجلس. يعني كنت ممكن اقول في 5 من جوه المجلس. نعم. واجيب 1 من بره المجلس او 2. لكن انا القرار من داخل المجلس. قلنا المجلس ده اعتقد ان احنا قضينا دوره مع بعضينا ودورتين كمان مش دوره. مظبوط. قلنا ان احنا في ناس دوره وفي ناس دورتين. والمجلس ده عشان تبقى عارف بس 70% منه جداد في الدوره اللي فاتت. يعني مظبوط. فقلنا طيب احنا من المجلس ده نختار 6. قالوا اتفقنا ان انا هختار 6 اللي شايفهم. هل الكابتن حسن لوحده ولا هيختار ولا المجلس كله؟ حسن لوحده. كويس. ان انا اختار 6 ادير بيهم المجلس الجديد. نعم. كويس. وانا رئيس نادي يبقى 7 افراد. طيب يا جماعه ده يرضيكوا هذا القرار؟ قالوا قرينا فاتحه مع بعضنا، كل المجلس مكتمل بالكامل، قرينا مع بعضنا فاتحه. مين عايز يخرج؟ محدش قال لك لا، محدش هيقدر يخرج من الجنه يا كابتن حسن. احنا اللي مرتضيين بقرار الكابتن حسن، قرينا فاتحه مع بعضنا ان احنا نكمل مشوار مع بعضنا، ما يختاره حسن يبقى نمشي عليه. جينا انا اخترت 5 6. طبعا بتشاور مع ناس بدون اسامي بقى. الكبار بتوع النادي الاهلي كبار وانا بعتز بيهم وبسمع ارائهم. نعم. يمكن على الاتصال بيا بيكلموني وبسمع كويس. انا في الحاجات دي بسمع كويس. وانا عاشرت الناس دي 8 سنين برضو يعني. نعم. او يعني منهم 4 ومنهم 8 دورة او دورتين يعني. استبعدت محمد عبد الوهاب ومحمد الغزاوي والعمري فاروق. العمري فاروق خرج عن الصف. ومحمد شوقي وانت محمد متعين يمكن. والمستشار محمود فهمي. احنا كنا 13 واحد. دلوقتي لازم نبقى 9، يبقى في 4. نعم. انا بتكلم على القائمه بالانتخاب هم ال3 دول. كويس. محمد عبد الوهاب ومحمد الغزاوي والعمري فاروق. العمري فاروق قال خرج عن الصف. انت من وجهه نظرك شايف ليه؟ مشكلته الواحد شايف ان هو لا يسير مع المجموعه دي مشكلته هو، مش مشكلتي انا خالص او مش مشكلتي. طب هل عندك مشكله يا كابتن حسن لو العمري فاروق نجح ودخل ضمن القايمه هيبقى عندك مشكله انك تتعامل معاه؟ شوف انا بدون اسامي ماشي. انا بقول ان في مجموعه اتمنى ان الجمعيه العموميه بالتجارب بتاعتنا السابقه ان هي تبقى الجمعيه تؤيد هذه المجموعه او تبقى تساندها عشان مصلحه النادي الاهلي. نعم. اللي خارج الجمعيه العموميه كويس اللي خارج المجموعه بحترم راي الجمعيه العموميه، ما بقولش لا. اكيد ماشي. بس
هبقى مش مبسوط، يعني هتبقى في حاجه ضغط عليك مثلا، حاجه مش مهيئه الجو يشتغل صح، او المجلس يشتغل. ما هو المجلس القديم كان حاسه كان ناجح معاك. ما هو لو انا ما بتكلمش على شخص بقى، هرجع اقول انا ماليش دعوه باشخاص، لا اتحدث عن اشخاص كويس، ولا يعنيني في شيء اشخاص. جميل كويس. اللي انا بيعنيني مجموعه وجمعيه عموميه. نعم. جمعيه عموميه اذا اختارت المجموعه، اعتقد ان المجموعه دي تقدر تدير النادي مع بعضيها صح، وهشرحها دلوقتي. نعم. ان تبقى في افراد عايزه تخش، مروا عليا على مدار عمرنا الطويل افراد كثيرين دخلوا وخرجوا من داخل هذه المجموعه بدون ذكر اسماء برضو. نعم. لكن الاحسن للنادي الاهلي والاحسن للمرحله القادمه ان تبقى في مجموعه مع بعضيها متناسقه اللي هي اختارت بعضيها عشان النادي يمشي زي ما هو ماشي قبل كده. هو اذا كنا احنا يعتبرونا او هيدونا ثقه ان احنا عملنا شغل يعني ال4 سنين اللي فاتوا. دايما بنقول بقى، واعتقد سيادتك تعلم هذا جيدا، اعضاء مجلس الاداره ده جوه حجره مجلس الاداره فقط لا غير. في سر، في خلطه سريه كده بين مجلس الاداره، بيتحافظوا على القرارات، ما بيطلعش الكلام للاعلام بره ولا بيطلع مش عارف ايه سر الخلطه دي يا كابتن حسن؟ ده اللي تربينا عليه وبنحافظ عليه جوه النادي الاهلي. انا اتعلمته من الكابتن صالح مرتجي واللي قبله يعني اتعلمنا. نعم. ان احنا في مبادئ معينه نحافظ عليها، فبنحافظ عليها. نختلف نتفق ده موضوع تاني خالص. نعم. انما في داخل الغرفه يعني مفيش. احنا نختلف او نتفق ده موضوع. نعم. ان انت تمشي على النظام اللي محطوط جوه النادي ده موضوع تاني خالص. اكيد. عشان كده بقول احنا جوه المجلس نختلف زي ما نختلف، لكن نخرج بقرار اللي مش موافق على القرار او واحد بيأيده. ما عندناش بقى حد يقعد مع فرق رياضيه ولا له سلطه، لا ليه سلطه اي عضو مجلس اداره. ما فيش الكلام ده. ما فيش. ما ينفعش تاخد اجماعي. لا انت مش فاهم. سوري، انا بقول ايه، عضو مجلس الاداره ده هو عضو مجلس اداره جوه الاوضه بس، مش من حقه يقعد مع فرق رياضيه ولا يتكلم فرق رياضيه ولا يكلم المدربين، وهو يملك قرار عليهم. واخد بالك ازاي؟ القرار جوه المجلس فقط. الشخصيه اللي بتخرج عن كده هو ده اللي احنا مش عاوزينه. نعم. كويس. نعم. حد خرج عن الصف يا كابتن؟ كتير، مروا عليا ناس كتير، عشان كده بيخرجوا من المجموعه بتاعتنا. عشان كده بتختار الانسب اللي تقدر تمشي بيه، اللي نقدر نمشي بيه عشان النادي يمشي صح. وعشان النادي يحقق الانجازات اللي هو المفروض يحققها كنادي. فهو دي مبادئ احنا خلاص عرفناها وماشيين عليها. نعم. مش عايز احيد عنها، عايز اعلمها للناس الموجودين. يعني انت بتمسك السته الموجودين هتلاقي كابتن خطيب ومهندس هشام وانا اقدم 3. نعم. هتلاقي الاربعه التانيين جداد. نعم. يعني دكتور بجيب اول دوره، خالد مرتجي اول دوره، خالد درندري دوره ودخل معايا في نص دوره، ورانيا اول دوره. نعم. يعني حتى الاربعه جداد. انتوا بتعلموا المبادئ اللي انتوا اتعلمتوها للناس الجديده. دولت لازم يتعلموا بقى. يعني دولت لازم، مش بقى يمكن الجداد يتعلموا، لكن في ولاد صغيرين لازم يتعلموا. هو في مبدأ يا كابتن حسن. عشان كده بقول ان لما بتعلمهم حاجه تعلمهم صح بقى، ان في قرارات، في لوائح مش من سلطتك انت كمجلس اداره ان انت تتدخل في اي شغل اخر، شغلتك داخل المجلس فقط. يعني اعتقد ده الحاجات اللي تنجح مجلس الاداره. معانا العمده. طبعا. عمده. السلام عليكم يا اخي المواطن. عليكم السلام يا عمدتنا. منورين الدنيا. ربنا يخليك يا عمده. طبعا الفنان الجميل والقدير الاستاذ صلاح السعداني اللي بيمتعنا. في حاجه في رمضان السنه دي جديده؟ ان شاء الله باذن الله. ايه دلوقتي انت مع القايمه ولا مع اعضاء الجمعيه العموميه تختار بمزاجها؟ انا وزنت لها يا دكتور بس. اتفضل. انا عايز احيي حسن حمدي بشكل حقيقي، لان انا هرجع بالذاكره لجمله قالها زعيم مصر وزعيم الامه العربيه الخالد،
جمال عبد الناصر فيما اظن سنه 64.